أهلا ومرحبا بيكم النهاردة وفيديو جديد في أول يوم في العام الهجري الجديد 1 محرم سنة 1445. كل عام وحضراتكم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. النهاردة هنتكلم مع بعض على الهجرة النبوية الشريفة وعن الدروس المستفادة منها ليومنا الحالي. يا ترى في حاجات ممكن نستفيدها في القصة بتاعة الهجرة؟ أيوة طبعا، حاجات جميلة جدا لينا كمسلمين في أي وقت هنستفاد بيها. الهجرة حصلت إمتى يا جماعة؟ الهجرة حصلت في سنة 14 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الموافق 622 ميلاديا. ميلاديا ميلاديا، لأن في الوقت ده كان لسه التقويم الهجري ما حصلش. التقويم الهجري معلومة لينا كلنا، اللي عمله واللي اقترحه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما أصبح خليفة للمسلمين، فاقترح الأمر ده على المسلمين، فالمسلمين رحبوا ووافقوا، وأصبح تقويم المسلمين بيعد من العام الهجري بتاعنا بيعد من أيام الهجرة. طيب، استمرت الهجرة من مكة للمدينة 8 سنوات لغاية ما حصل فتح مكة. مجرد ما حصل فتح مكة خلاص ما بقاش في حاجة اسمها بقى إيه هجرة. طيب، الهجرة كل من كان يستطيع الهجرة كان بيهاجر، لأن كانت إيذاء قريش للمسلمين شديد جدا جدا. وبقى في المدينة في مكة سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب. ومن المواقف الطريفة جدًا إن كان سيدنا أبو بكر دايمًا يأذن، يعني يروح للرسول صلى الله عليه وسلم ويأذنه بالخروج للهجرة، هو عايز يهاجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له جملة جميلة وشهيرة أوي، يقول له: "لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبًا." وسبحان الله تمنى أبو بكر الصديق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحبه، وسبحان الله قد كان، بالفعل هو كان صاحبه. طيب، قبل ما يحصل الهجرة جمعت قريش في دار الندوة عشان يتشاوروا في أمر الهجرة المتزايد بين المسلمين ده، وبعدين خايفين جدا إن سيدنا محمد هو كمان يطلع ويهاجر، وبالتالي مش هيبقى تحت قبضة إيديهم. فقالوا لأ، إحنا خلاص اجتمعوا في دار الندوة، عشان اجتمعوا في اليوم ده عشان يقولوا إحنا عايزين نقتل محمد، وعايزين ناخد من كل قبيلة رجل ويقتلوه قتلة رجل واحد، وبالتالي يتفرق دمه بين القبائل. وبالفعل قاموا بعد الندوة دي وقايمين ينفذوا. طب مين عرّف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بالاجتماع ده؟ هو سيدنا جبريل عليه السلام، جه لسيدنا محمد وعرّفه بالأمر الاجتماع بتاع قريش، وأمره ألا يبيت في بيته، وأمره كمان إن الله عز وجل يأمر له بالخروج للهجرة. فجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب، وأمر إن هو أو طلب منه إن هو ينام في فراشه ويتغطى بالبردية بتاعته صلى الله عليه وسلم. وبالفعل سيدنا علي بن أبي طالب نام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم و وظَل، ودخل قريش، دخل كفار قريش بعد ما وقفوا كتير جدًا تحت قدام البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم عدّى من قدامهم وسبحان الله ما شافوهوش بفضل الله عز وجل. "وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون." الآية دي سبحان الله نزلت عليهم، عمتهم، ما كانوش شايفين أي حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم عدّى من قدامهم وهُم مش شايفينه، وبعد مدة طلعوا وكشفوا الغطاء لقوا سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي نايم. فبقوا مش عارفين ومتخبطين، وبقوا تايهين إزاي حصل كده. ف وسبحان الله الحتّة والحيلة اللي هنا حصلت ديّة، والتمويه الكبير اللي حصل، كان الحيلة دي كانت حيلة ذكية جدًا، لإن كانت قريش دايمًا تعتقد ودايمًا شايفة إن علي لا يتبع محمد في كل مكان، فمش معقول محمد هيهاجر ويسيب علي. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الأمر إن هو يموّه عليهم خطته، علشان يستشعروا لأ، محمد أكيد ما سافرش، أكيد ما هاجرش، وهكذا. وكان الهدف كمان إن سيدنا محمد اختار سيدنا علي، إن سيدنا علي يرد الأمانات لقريش اللي كانت سايباها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي ظل في مكة 3 أيام حتى جاء له رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يأذن له خلاص بالخروج إلى المدينة. طيب، إيه المستفاد لينا إحنا من قصة الهجرة؟ المستفاد لينا هي سرية الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا هاجر هو وسيدنا أبو بكر الصديق وطلعوا للهجرة خلاص، كانوا مرتبين كل حاجة، مين هيجيب لهم أكلهم، مين هيجيب لهم أخبارهم، أخبار قريش،
مين هيدلهم في الصحراء وهكذا. الدروس المستفادة إيه لينا إحنا من قصة الهجرة؟ قصة الهجرة بتتكلم إن ربنا رغم عناية الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إن الرسول أخذ بالأسباب، ودي لينا إحنا توفيقنا هو على الله عز وجل، لكن ناخد بالأسباب في حياتنا، والسرية والدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، كان دقيق جدًا، عارف كل خطواته هيمشيها إزاي أثناء الرحلة، عارف مين هيجيب لهم الأخبار قريش، مين هيجيب لهم الأكل والزاد والماء، مين هيجيب لهم مين هيمشي ورا آثار الأقدام علشان قريش ما تستدلش على وجودهم في مكان الغار. فكان في دقة كبيرة جدًا في كل صغيرة وفي كل كبيرة في تفاصيل الهجرة. وتاني حاجة مهمة جدًا كانت السرية، ما حدش كان يعلم متى هيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه كمان إحنا بنتعلمه؟ التجرد والإخلاص لله عز وجل، إن من الدروس والتضحية لله عز وجل، ودي من أكبر الدروس المستفادة من الهجرة. شوفوا تعالوا نشوف صهيب الرومي لمّا تخلّى عن أمواله وعن كل ما يملك لقريش في سبيل إن هو يهاجر إلى الله عز وجل بنفسه فقط. وكذلك الحال أمنا أم المؤمنين أم سلمة، اللي فرّقت قريش بينها وبين زوجها وبين ابنها في سبيل إن هو برضه سبيل الهجرة. كمان نتعلم من الهجرة اليقين والثقة بأمر الله عز وجل، وده ظهر بوضوح جدًا لمّا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغار هو وسيدنا أبو بكر الصديق، جالهم الكفار، فحَب الرسول صلى الله عليه وسلم يطمن سيدنا أبو بكر، فقال له كلمات نزلت بها آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دي من أهم الدروس المستفادة في درس الهجرة النبوية الشريفة. طيب وصف بسيط كده للمدينة، هي المدينة كانت شكلها إيه أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم راحها؟ المدينة يا جماعة ما كانتش بالمدينة بالشكل المعروف، لأ كانت عبارة عن واحات متفرقة في مكان فسيح بيسكنها أوس وخزرج ويهود. نظم الرسول صلى الله عليه وسلم العمران ده كله وشق فيها طرق، وجعل المسجد أساس هذا العمران اللي بيلتف حوله باقي أنظمة العمران، وبالتالي ظهرت المدينة بالشكل الجميل واتشقت شوارعها وبقت منظمة. المسجد كان يعتبر هو المكان الرئيسي للصلاة ولإدارة شؤون المسلمين. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل المدينة أو يثرب الرسول عمل إصلاح ما بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كانوا دايمًا ما بينهم مشاكل ومعارك طاحنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أصلح ما بينهم يعني أزال ما بينهم من عداوة. وبعد كده عمل سمّاهم باسم جديد خالص وهو سمّاهم بالأنصار، نسبة إن هم من نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره مع قريش، وآخى فيما بعد بينهم وبين المهاجرين اللي هاجروا إليه صلى الله عليه وسلم. وفي اله و وعلشان كده بنقول إن المصطلح الأخوة ده كان يعتبر مصطلح جديد بين العرب، لإن لا مصطلح لا يمس ليهم لا بقرابة ولا صلة رحم، لكن مصطلح جديد، هو أخويا من غير ما يكون لا من دمي ولا من صلة رحمي ولا أي حاجة، فكان يعتبر مصطلح جديد على أذن العرب. كمان نتعلم آخر حاجة بنتعلمها من الهجرة هي الإخاء والإيثار، وده اللي ظهر واضح ما بين الأنصار والمهاجرين. المهاجرين ربنا وصفهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ورغم إن هم فقراء جايين معدمين تركوا أموالهم، رغم إن هم كانوا أغنيا جدًا، تركوا أموالهم وتركوا تجارتهم وتركوا بيوتهم لقريش في سبيل إن هم يهاجروا، فلمّا راحوا يثرب كانوا معدمين ما عندهمش أي حاجة، لدرجة إن يحسبهم الجاهل أغنياء من كتر التعفف، سبحان الله العظيم. فكان المه ال ال الأنصار الأنصاري يخيّر أخوه المهاجر من ماله ما يشاء، فكان المهاجر يرفض، سبحان الله. وكان الله عز وجل يصف الأنصار بسم الله الرحمن الرحيم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله، يعني الاتنين ضربوا مثل أعلى
في الإيثار وفي الإخاء، ودي من أهم الدروس اللي أنا حسيتها في دروس الهجرة النبوية الشريفة. آآ يا رب أتمنى تكون حلقتنا النهارده كانت مفيدة ليكم، وأتمنى يا رب عام سعيد علينا وعليكم ومليان بالخيرات وبالطاعات وبالنجاحات. اللي لسه معانا لغاية دلوقتي في الفيديو واستفاد ولو بجزء بسيط النهارده، يا ريت لايك وسبسكرايب وتشيير الفيديو بحيث يوصل لكل الناس. كل عام وحضراتكم بخير، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، ودمتم بخير وسعادة. في أمان الله. مع السلامة.